بتبدأ الحكاية مع آلي وهي بتقوم من النوم قبل ما صديقها ريك يصحى، وبنشوفها وهي بتسرح شعرها وبتظبط شكلها وبترجع للسرير تاني، وده علشان لما ريك يصحى يشوفها حلوة. وبعد ما بيقوموا بتحضر له الفطار وبتطلب من ريك ان هو يكون رفيقها في فرح اختها ديزي، لكنه بيرفض انه يروح معاها لان اهلها هيكونوا هناك، وساعتها العلاقة اللي بينهم هتبقى جد، وهو مش عايز العلاقة تقلب جد دلوقتي وبينفصل عنها. وبتكون آلي متعودة على كده وبتتحرك على شغلها، وأول ما بتوصل بيناداها مديرها وبيقول لها إنها مرفوضة من الشغل، وده لأنهم بيقللوا العمالة وإنها الوحيدة اللي في الشركة اللي هيتم طردها في الوقت الحالي. فبتلم حاجتها وبتتحرك على بيتها، وبيكون معاها مجلة بتتسلى فيها لحد ما توصل البيت، وبتقرأ مقالة عن إن نسبة الأحباء اللي بتكون الست على علاقة بيهم قبل الجواز أقل من 10، وده المعدل الطبيعي. فبتقرر آلي إنها تطلع ورقة وتكتب فيها عدد الرجالة اللي عملت معاهم الدنيئة، وبتروح تاني يوم لحفلة أختها ديزي اللي قبل الفرح، وكل ما بتفتكر حبيب سابق ليها بتكتبه في الدفتر بتاعها، وبتعد القايمة بتاعتها بتلاقي نفسها إنها عملت الدنيئة مع 19 واحد، وبتفضل تفكر ايه اللي وصلها لكده، وبتفضل تشرب لغاية ما بتسكر من كتر الاكتئاب اللي حصل لها من التفكير. وبيكون مطلوب منها انها تقول كلمة في حفلة اختها ديزي عن اقتراب جوازها، ولكنها بتبوظ الدنيا وبتتريق على العريس نفسه لحد ما بتخلص كلامها. وبنشوفهم بعد كده وهم رايحين يسهروا في مكان تاني، وبتحاول آلي انها تقلل تفكيرها وانها مش الوحيدة اللي عملت الدنيا مع 19 واحد، وبتقترح على اصحابها انهم يلعبوا لعبة عبارة عن ان كل واحد فيهم تكتب عدد الرجالة اللي عملت الدنيا معاهم، وبعدها يجمعوا الورق في مكان واحد ويخمنوا صاحبة الورقة من الرقم. وبتتصدم آلي لما بتلاقي ان الاعداد كلها اقل من 10 وانها اكتر واحدة كاتبة رقم في ورقتها، لحد ما بتلاقي واحدة كاتبة رقم 13 في ورقتها وبيخمنوها صح. وبيفضلوا يشتموا صاحبتهم انها بالطريقة دي تعتبر سهلة وفرص جوازها قليلة، وبتخاف آلي ان رقمها يتعرف وبتحاول انها تقطعه ويبانوا انه 9، بس هما بيعرفوا انها عملت الدنيا مع 19 واحد، فبتحاول انها تدافع عن نفسها قدامهم، وبتقول لهم انها ما كانتش تعرف انه غلط تعدي 10، وبتطلع لهم المقال اللي قطعته من المجلة. وبتلاقي صاحبتها بتقول لها ان تكملة المقال بيقول اللي عملت الدنيا مع اكتر من 20 واحد مش هتتجوز ابدا، وده حسب دراسات موثوق منها. وبتوعدهم آلي انها مش هتعمل الدنيا مع واحد تاني الا لو كانت متأكدة انه هيبقى جوزها لان دي فرصتها الاخيرة، وبتحتفل معاهم بقراراتها وبتشرب اكتر لحد ما بتصحى تاني يوم وبتلاقي نفسها نايمة جنب مديرها اللي رفضها من الشغل، وبتعرف انها خسرت فرصتها الاخيرة في الجواز، وبتحاول انها تمشي مديرها باي شكل من الشقة، وده لانها بتكرهه جدا، لحد ما بتلاقي جارها كولين بيخبط عليها عشان باب الشقة بتاعته اتقفل عليه وهو بره، وبياخد باله ان آلي عايزة تطفش مديرها من الشقة، وبيقول لها كولين ان عندهم اجتماع ضروري سوا وبينجح انه يخلي مديرها يمشي. وبتلاقي ان في واحدة خارجة من شقة كولين وبتفهم ان هو بيتهرب منها، وبيشكرها على مساعدته وانها سمحت له يستخبى في شقتها، وبيرجع هو لشقته. وبتنزل هي علشان تساعد ديزي في تجهيزات الفرح بتاعها، وبتقابل دولاند صديقها القديم اللي كان تخين جدا زمان وشكله مبهدل، لكنها بتشوفه اجمل بكتير من الاول، وبتلاقي انه هيتجوز كمان، فبتسلم عليه وبتخرج مع اختها من المحل. وبتقول لها ديزي ان كل الرجاله بيتغيروا مع الزمن زي دولاند، وبيجي لآلي فكره انها مش محتاجه تعمل الدنيا مع راجل تاني وتعدي 20 واحد، وانما ممكن ترجع لحبيب سابق ليها واكيد هيكون اتغير للاحسن، وبالتالي تتجوزه وهتتحل مشكلتها ويتم انقاذها من العنوسه. وبتبدأ رحلة البحث على حبايبها السابقين على مواقع السوشيال ميديا، بس ما بتقدرش توصل لحاجة، وبتلاقي جارها كولين وبتطلب منه مساعدته انه يدور معاها على حبايبها السابقين، وده علشان تتجوز واحد فيهم، وبمقابل كده هي هتساعده في الهرب من البنات اللي بيعمل معاهم الدنيئة، وهتخليه يخرج من اي علاقة جديدة زي ما هو عايز، وبيتم الاتفاق بينهم. وبيقدر كولين انه يلاقي اول واحد من حبايبها وهو ديفيد، وبيروح يشوفوه وبيكون شغال في بار، لكن آلي بترفض انها تتكلم معاه لانها مش ناويه تتجوز واحد فاشل وهو بقاله 9 سنين شغال في نفس المكان، وهو بيضحك على البنات بنفس حيلة السحر الرخيصه اللي بيعملها. وبيطلب كل منها انها ممكن تحبه هو، لكنها بتشرح له فكره الارقام وانها مش هتقدر تعمل الدنيا مع واحد بره القايمه بتاعتها. وبعد ما بيعمل كولين شويه تحريات بيقدر انه يوصل لناس من القايمه بتاعت آلي، لكنهم بيكونوا متجوزين وبيتشالوا من القايمه، وبيلاقوا ان في واحد اسمه سايمون في طريقه للطلاق من مراته، وبتقرر آلي انها تروح تقف جنبه وتواسيه وساعتها يحبها ويتجوزها. وبيدخلوا بيت بالغلط وبيطلع بيت دولاند صديقها اللي هيتجوز قريب، وبتقول له انها مع خطيبها بيدوروا على بيت يشتروه سوا، وافتكروا ان البيت ده للبيع لان بابه كان مفتوح،
ولما بتسلم عليه وبيطلعوا برا البيت بيلاقوا انه سايمون عايش في البيت اللي جنبه، لكن بيبقى شكله عادي بالنسبة للراجل هيطلق. وبتفتكر آلي اما قابلته اول مرة لما كانت شغالة جرسونة واتعرفت عليه، وبياخد سايمون باله منها وبيروح يسلم عليها وبيعزمها انها تروح معاه بار ويتكلموا سوا عن زمان. ولكن الخروجة بتفشل بسبب ان سايمون كان عنده لدغة انجليزية، ولما حاولت آلي انها تقلد نفس اللدغة غصب عنها بقت بتتكلم بشكل غريب قدامه، وده اللي خلاه يسيبها ويمشي. وبيكون قدامهم 10 اشخاص بعد ما بيتم تصفية القايمة بتاعتها، وبيبدأ كولين انه يقول لها الباقي لحد ما بيستقروا انهم يقابلوا واحد اسمه جيري واللي شغال محرك عرايس. وبتروح تاني يوم عشان تقابله وهو عنده عرض للأطفال في الجنينة، وبيكون كولين جايب ابن اخته عشان قالت تستخدمه كعذر وتقدر انها تكلم جيري. وبتروح تسلم عليه لكنها بتلاقيه شخص فاشل زي ما هو، وبتقرر ما تطولش معاه وبترجع لكولين وبتقوله انه يشيل جيري من القايمة. فبيقول لها كولين انه وصل لواحد تاني في القايمة وهو صديقها توم، واللي بقى راجل سياسي معروف، وبيقول لها مكانه اللي هيكون فيه ومكان شغله. وبتلبس آلي لبس رسمي وبتروح له المكتبة اللي هو فيها، وبتحاول انها تحرك الترابيزة اللي قاعدة عليها عشان يبقى توم شايفها لو بس جنبه، لكنها بتوقع الاباجورة المحطوطة على المكتب وبتخلي المكتبة كلها تبص لها، ومنهم توم اللي بيفتكرها اول ما بيشوفها. وبيعزمها انها تروح معاه حفلة بالليل، وبيبعت لها فستان على اوضتها كمان. وبتكون آلي في منتهى السعادة إنها أخيرا لقيت زوجها المناسب من ضمن ال20 واحد اللي عملت معاهم الدنيا قبل كده. وبتلبس فستانها وبتنزله، لكنها بعد ما بتقضي معاه الحفلة وبتتبسط معاه بيقول لها إن هو مثلي وإنه بيميل جنسيا للرجالة، وإنه عايزها تمثل إنها تبقى مراته قدام الناس لأنه بيسعى إنه يبقى وزير. فبتتصدم آلي من كلامه وبتسيبه وترجع بيتها. ولكن كولين بيكون موجود في بيتها وبيرتب التماثيل الصغيرة اللي آلي صنعتها بنفسها بطريقة جميلة قدامها، وبيقول لها انه حاول يعمل حاجة تفرحها بعد ما سمع صوتها في الموبايل وعرف انها مكتئبة، وبيحاول ان هو يهون عليها وبيخليها ترقص وبيندمجوا مع بعض، لكنها بترفض انه يقرب منها او يعمل معاها الدنيئة عشان خايفة تعدي المرة ال20. وبيعدي اليوم وبتصحى تاني يوم قبل كولين عشان تسرح شعرها وتظبط شكلها، لكنه بيكون صاحي وبيقول لها ان شكلها بيبقى احلى لما بتصحى من النوم، وبيبان انه بيحبها فعلا. وفي مرة بتشوف آلي ان في رسالة مبعوثة لكولين وبيبقى مكتوب فيها رقم واحد اسمه جيك من ضمن ال20 حبيب بتوع آلي، ولكن كولين بيكون كذب على آلي انه مش عارف يوصل له ومش معاه رقمه، وبتعرف انه بيكذب عليها وبتتخانق معاه وبتطرده برا شقتها، وبتقوله انها مش عايزة تتعامل مع شخص كذاب زيه. وبتتصل هي بجيك وبتسيب له رسالة على التليفون بتاعه انه يبقى يتصل بيها، وبعد مدة بيتصل بيها وبيتقابلوا، والأول مرة بتمشي الأمور زي ما هي عايزة وبيرجعوا لبعض تاني. وبتروح آلي مع ديزي وهي بتقيس فستان الفرح بتاعها، لكنها بتعيط فجأة بسبب ان والدتها رفضت تقابل طليقها اللي هو والدهم في فرحها، ورفضت انها تحضر فرح بنتها طول ما والدهم موجود فيه. فبتحاول آلي انها تهديها وبتقول لها انهم هيروحوا سوا لبيت والدتها عشان يقنعوها ويتكلموا معاها، لكن بيلاقوا والدتهم مبسوطة جدا بسبب خبر ارتباط بنتها آلي بجيك لانه راجل اعمال مشهور. وبتكون والدتهم في منتهى السعادة وبتنسى فكرة ان والدهم جاي الفرح، وبتقول لهم انها هتحضر فرح ديزي بنفسها وهتراجع كل حاجة عشان تتأكد ان مفيش غلط. واثناء ما هي نازلة من بيتها بتقابل كولين وبيقول لها ان هو كمان نازل فرح، وبيرفض يكمل كلام معاها وبيسيبها ويكمل طريقه. وبيكمل فرح ديزي على اكمل وجه، وبيكون رفيقها جيك لحد ما بتستوعب آلي ان جيك مش هو الراجل المثالي ليها، وانها كانت عايزة ترضي اللي حواليها ونسيت ترضي نفسها، وان كل اللي عايزاه انها تبقى مع راجل يقبلها بكل عيوبها. وعشان كده بتنفصل عن جيك وبتعتذر انها مش هتقدر تكمل معاه، وبتاخد القائمة اللي فيها كل الافراح اللي بتتم في نفس اليوم من منظم الافراح اللي بيبقى بعلم على كل الافراح الموجودة، وبتسرق عربية موجودة في جراج القاعة وبتبدأ انها تدور على كولين في كل الافراح لحد ما الليل بيدخل عليها وبتقف في الزحمة، فبتضطر انها تسرق عجلة بتاع الدليفري عشان تتجنب كل الزحمة اللي قدامها، لحد ما اخيرا بتوصل لمكان كولين وبتنط من فوق القاعة لان مش معاها دعوة دخول للفرح. وبعد ما بتقابله بتعترف له انها بتحبه حتى لو كان رقم 21، وانه الوحيد اللي تقبلها بكل عيوبها وساعدها من غير مقابل. وبيقرر كولين يسامحها وبيعيشوا سوا في شقة واحدة. وفي يوم من الايام بيجيلها مكالمة من واحد كان ضمن حبايبها اللي كانت بتحاول انها تتصل بيهم، وبيسيب لها رسالة على تليفونها وبيقول لها ان اصلا ما حصلش حاجة بينا لان انت نمتي بسبب انك كنت سكرانة جدا. وساعتها آلي فرحت جدا لان بكده كولين هو رقم 20 بالنسبة لها، ونجحت في الاخر انها ما تعديش رقم 20. ولغاية هنا يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. سلام.